في حديث آخر في صحيح مسلم. يا الله، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر العملاق، عمر الذي نزل القرآن موافقا لرأيه، عمر الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلب، عمر 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 قل عمر إلى ما شاء الله، عمر رضوان الله عليه. هذا حبه في القلب. وقطع لسان يسيء لعمر رضي الله عنه، ويسيء للصديق رضي الله عنه، ولأصحاب رسول الله رضي الله عنه. عمر رضوان الله عليه كان يبحث في أمداد أهل اليمن، وأمداد جمع مدد، وهم الأنصار والأعوان من أهل اليمن. كل ما يقبل على المدينة ناس من أهل اليمن يخرج عمر بن الخطاب بنفسه يسأل عن رجل مين؟ عمر الفاروق أمير المؤمنين يسأل عن رجل من التابعين من أمداد أهل اليمن، مين ده؟ يوم عمر يقول لهم أفيكم أويس بن عامر؟ أويس بن عامر، ما تنساش الاسم ده، أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أقبل على أويس لقيه عمر، فقال له عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. خلي بالك والله من الحوار ده. يقول عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. يقول عمر من مراد ثم من قرن، قبيلتان في اليمن، من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. يقول عمر كان بك برص، مرض البرص، كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ الله، مش ممكن، ده كلام خطير جدا. ده البرص ده مرض داخلي، يعني مستور، فوق الرجل يرتدي فوقه الثياب، وبعدين يحدد المرض برأ إلا موضع درهم، يعني عبارة عن دايرة هي اللي لسه لازالت باقية في جسده. ده كلام خطير جدا والله. كان بك برص فبرأت إلا موضع درهم؟ قال نعم. يقول عمر لك والدة؟ قال نعم. قال عمر إني سمعت رسول الله، يا الله، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر. يا الله، ده النبي ما شافوش، لم يره رسول الله. ما تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه. الرسول لم يرى أويس بن عامر، لا، وبيوصف، مش بيوصف أويس بن عامر، ده بيوصف المرض اللي كان في جسد أويس ولا زال أثره باقيا بمقدار الدرهم في جسده. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، كان به برص فبرأ إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. يا الله، اللهم لا تحرمنا البر يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله، مش ممكن. شايف البر، شايف ثمرة البر. يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، يعني لو سأل الله جل وعلا شيئا لأعطاه. طب وبعدين يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. عمر يطلب من تابعي وهو الصحابي الجليل الكبير الكريم الذي دعا الله رسولنا أن يعز به الإسلام. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي الحكم عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. عمر النبي بيقول له لو قدرت أن أويس بن عامر هذا يستغفر الله لك، خليه يستغفر لك، خليه يستغفر الله لك. انت حضرتك عايش المعنى ده، انت عايش المعنى ده يا أختاه. عمر الفاروق يسأل أويس بن عامر يقول له استغفر لي، فقال عمر استغفر لي، فقال أويس بن عامر غفر الله لك. يا الله، البر يعلي أويسا إلى هذه الدرجة. دي ما كانت أويس بن عامر بالبر
ببره بأمه. سبحان الله، في العام المقبل جاء رجل من أشراف أهل اليمن فأقبل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عمر عن أويس. سأله عمر عن أويس، لأن عمر لما رضوان الله عليه لما قال له ذلك قال أين تريد؟ قال أريد الكوفة، أنا رايح إلى الكوفة. فقال عمر أكتب إلى والي الكوفة؟ قال لا، أحب أن أكون في غبراء الناس، أو أكون في غبراء الناس أحب إلي. راجل مش عاوز منظرة ولا عاوز، يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، من الأولياء الأتقياء. فأقبل رجل من أشراف أهل اليمن على عمر فقال له عمر كيف تركت أويس بن عامر؟ مش نسيه. قال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله، عمر بيقول رضوان الله عليه لهذا الرجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فعاد الرجل إلى اليمن يبحث عن أويس بن عامر، فلما لقيه قال استغفر لي. فقال أويس بن عامر أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي، أنت لسه راجع من الحج أو من النسك، استغفر لي. فقال له الرجل استغفر لي. فقال أويس بن عامر ألقيت عمر رضي الله عنه؟ هو عمر قال لك الموضوع؟ ألقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له. فلما فطن الناس له هان، خرج، ترك، لا يريد أن يشار إليه بالبنان.